لكن ابو بدر احنا نتكلم بصراحه نبغى الصراحه. ها صراحه تؤلم الصراحه من اول الصراحه حلقه تؤلم يعني. الثلاث سنوات الماضيه بكل صراحه الثلاث سنوات الماضيه يعني اكثر فريق كان يبحث عن البطوله فريق الهلال، لانه فريق يحقق المحلي فيبحث عن البطوله. كان يخرج على يد من؟ بصراحه يخرج على قطري اماراتي لا ما اماراتي قطري مرتين اعتقد، والمره الاخيره على حلو. الشباب كان يطلع عن طريق مين؟ انت اعطيتني الهلال، واضح انك انت مركز على الانديه السعوديه كلها. الهلال كان يطلع عن طريق القطريين، الشباب كان يطلع عن طريق مين؟ ايضا الشباب نفس الحكايه. الان شوف الان لا كان الشباب كان يطلع السنوات الماضيه ايضا، الشباب مثابت في البطوله الاسيويه من 2007 يعني الإيرانيين يخرج عن طريق الايرانيين. والان لاحظ الان ممكن فريق زي الشباب ممكن يحلم فريق يلعب في الدرجه الاولى. فريق اللي هو طب والاتحاد كان يطلع عن طريق مين؟ الامارات. الاتحاد شرق اسيا طبعا. ايوه شرق اسيا. مين؟ ها؟ مين انت مركز، كنت معطيني معلومات واضحه على الهلال ان القطري طلع. لا ومستعد تسمع لي تقول لي ام صلال وش اسمه الغرافه ولا مين؟ طيب والباقيين طيب والنصر نفس الحكايه. يعني اذا انت بترجع يعني لا ما بيرجع بس واضح يعني في ناس جالسه كذا مسنتره. لا مركزين. انا تعرف اتكلم بدر، والله اتكلم جد. انا البارح ايش قلت لك الهلال هو الاقوى. المنطق يقول بكل صراحة صراحة المنطق يقول هذه البطولة هي البطولة الحقيقية، مع احترامي وتقديري لكل النسخ الماضية كان فيها بعض الصعوبة. هذه بطولة تشامبيونز صحيح. خليني أكمل الجزئية. تفضل. أنا شخصيا أنا رأيي الشخصي في الموسم الماضي وفي هذا الموسم الفريق الأفضل والأميز عندنا في السعودية من فريق الهلال بكل صراحة. إذا الهلال لم يستطع يعني يحقق هذه البطولة أنا أجد أنها صعبة على البقية. لكن للأسف الشديد عندما يخرج الهلال من فريق زي ما تفضلت زي ام صلال ولا زي مثلا الغرافه او زي الفريق الايراني في وسط ارض جمهورنا، انا اعتقد انها بصراحه طامه، وهذا ما يؤكد باننا بصراحه نتراجع القهقرة والبقيه يتقدمون. ابو غيداء يعني خلينا نغلق هذا الملف. تفضل عادل. انا اتفق مع ابو صقر ان الهلال هو البنش مارك حق الكره السعوديه، هو المؤشر للهلال، فما اعتقد انه ما حد حياخذها، لانه اذا كان الاتحاد هو يعني هي البطوله المفضله خلال العقد الاخير، فالهلال هي البطولات الاسيويه كلها في نهايه الامر مفضله له. يعني اخذها كاس دوري، اخذها ابطال، اخذها سوبر، اخذها يعني في كل مسمياتها بشتى مسابقات. هذا اول شيء. الشيء الثاني في امرين مهمات جدا احنا ما تطرقنا لهم. اول شيء طريقة المسابقات وتقسيمها انه تبدأ في منتصف او في بداية الدوري وتنتهي مع بداية الموسم القادم. هذا امر خطير جدا مضر لكل الاندية، مش فقط السعودية، كل دول المنطقة في نهاية الامر لن تستفيد من هذا الحال. لهذا الامر استفادت يعني الاندية الشرق اسيويه من هذا الامر، لأن ماشية بنفس البرمجة ماشية، لأن ماشية بنفس البرمجة يا ابو بدر. احنا هنا في نهاية الامر تنتهي عقود لاعبينا، تنتهي عقود المحترفين، تنتهي عقود المدربين، الاجهزة الفنية في نهاية الموسم، حتى انك تحضر الى الموسم القادم. طيب انت قلت يعني كلمة ممتازة قبل شوي، قلت انه صارت اقوى بكثير. انا اقول لك انها كانت قوية ولكنها ازدادت قوة، وكل ما راح تزداد بشكل كبير جدا. القياس على مباريات معينه، خروج نادي الهلال، لا بس دقيقه بدر، يعني خروج نادي الهلال او حتى الاتحاد من انديه او حتى الشباب من انديه يعني كوريا ما هي مقياس في نهايه الامر. ولكن انا اشوف انه احنا ترى مش بعيدين. هذا امر. الشيء المهم جدا اللي مثلا تفضل فيه ابو صقر انه الهلال قد يكون احوج، انا وجهه نظري الشخصيه بالعكس، الهلال جالس يقدم، يعني انا اعتقد انه ما عنده اشكاليه. الهلال بالنسبه له الاسيويه وحتى يمكن العالميه جايه بحول الله، جايه لا ما فيها مشكله. وين الاشكاليه الخطيره؟ الخطيره لما في انديه دقيقه ابو صقر دقيقه. المشكله لما تجي انديه ثانيه تعطل كل مشاريعها الرياضيه، لا على المستوى المحلي ولا على المستوى القاري ولا على المستوى الاقليمي، فبالتالي حتصحى هذه الانديه لما يكون الهلال حصل على اسيا، اللي مثلا البعض يتغنى انه الهلال ما حصل عليها، مثلا يتفاجئوا ان الهلال الجاب اللي عمله فنيا واداريا واستثماريا وجماهيريا وبطولاتيا جاب كبير جدا، يعني لا تتخيلوا. وهذا يعكس مثل ما تفضل قبل شوي ابو صقر قال فعلا. اذا ما اخذ الهلال البطوله فمن ياخذها؟ نعم اتفق معه، الهلال ومؤشر الكره السعوديه. يلا يعني ودر هي في النهايه طبعا انا لا اختلف كثير مع اخوي ابو غيداء في هذه النقطه، وتحدثنا عن الهلال وحرصه
ولكن برضو ترى يا جماعة الخير ترى العالمية ترى شيء يعني قوي وكبير والكل يحلم فيه. وصول العالمية يعني الناس قاعدة توصل، وإحنا إلى الآن من كم سنة ما في إلا فريقين وصلوا يعني، بالتالي لا العملية لا هو على الوصول على الوصول وصل الهلال، إنما ما شارك طبعا. لا ما شارك، هذا مثل اللي قص تذكره فتطير، يعني تقص تذكره ولا تطلع يا ابو غيده، هذا امر على البوردنج ضيعته. هذا عن تاريخ. هل وصل؟ احنا نقول وصل للعالميه، احنا نقول احنا شوف يا ابو غيده، احنا وصل. ما تحدث وصل بس ما سافر، بدليل انه وصل ما سافر، فاتت الطياره. ما هي قضيه، ما هي قضيه. لا وصل اولويه البطوله. إذا الفريق احنا قلنا لك الهلال افترضنا على فكره الهلال الفريق القوي، الهلال الفريق المميز، ولكن انا اتصور انت قلت انا من داخل البيت الهلالي سيصل انا من ان شاء الله يصل. اقول لك على امر مهم جدا. الهلال او غير الهلال بدات لا ما هي مش من زمان الكل يبحث عن هذا الامر، الكل يبحث. شوف الهلال يا ابو غيده الامير عبد الرحمن بن ساعد لا لو انهزم امام الرائد او انهزم في معسكر روما قال بالحرف الواحد نعم هدفنا الوصول إلى العالمية. هذا رئيس نادي يبحث عن إنجاز، هو حقق الإنجاز المحلي ولكن يطمح في الإنجاز الخارجي. بس في مواريث باينة إن شاء الله احنا ننتظر ونتمنى وغيره إن شاء الله. يصلون واحد من الأربعة أو يستقرار يوصلون الأربعة كلهم. عادل بس لا أنت حتى بس دقيقة أبو بدر، دقيقة يلا. يجب أن لا نختزل مشاركات الأندية ب5 سنوات 7 8 10 سنوات، عندما كانت الأندية السعودية لا تعرف حتى المشاركة الآسيوية. كان الهلال يجندل خصومه الآسيويين في دوري آسيا وفي كأس السوبر وفي كأس الكؤوس، وكان يحقق الإنجازات وما وصل. الابتعاد لأنها أقرت لاحقا في نهاية الأمر، لكن في نهاية الأمر أنت انتبه للمعادلة الخطيرة جدا. الهلال مؤسسة تنموية جالسة تتطور، والآخرين ماسكين عالمية وسوزنيقية وخندريسية وانت ما ادري ايش. على فكرة الاتحاديين يعجبني في الاتحاديين امر مهم جدا. تصدق الاتحاديين عمرهم ما قالوا المونديالي؟ لو وقف الاتحاد عند منظومة المونديالية كان الاتحاد الآن تشوفه منهار تماما. ليه؟ لأنه هي لقب إنجاز تحقق، وبعدين أتكتف أنام عليه. خلاص إلى أنا خلاص بيطالبني بوقت يجب أن تكمل وتستمر. بس للتوضيح للمشاهدين. بس ما أعطيتني أنا نص دقيقة يلا. ربع يلا. دقيقة. أنا لم أتحدث، لم جبت طاري عالمية ولم أتغنى بالعالمية. طيب لا قلت العالمية بصراحة. انا بس انا بهالربع دقيقة. لا ابي هالربع دقيقة. طيب محايد. لا ترى الجو ترى بيتهمونك ترى بكره كيفك. انا بشارككم وانا مع انا لحظة طيب دقيقة نص قلت لي عليك، قلت لك ربع ما اخذت ولا 5 ثواني تكلم. سكوا صوت عادل خلوا الرجال يعني. يلا قولها. انا لم اتحدث عن العالمية. انا ما جبت طاري. معليش بقطعك يا ابو غيده وبعطيك بعد الفاصل، بس خليني اعلم. انا ما جبت طاري العالمية ولا اتحدث عن النصر ولا شيء. لا جبت صراحة جبت طاري. انا ما قلت لا ما قلت انا لم اتحدث عن اولا كلمة عالمية. هذا اوكي اسم يستحق كما نقول عن زعيم بطولات. هذا اسم العميد. لا فارق. لا فارق عندك كيفك يا اخوي. كل الانديه اللي لا اول فريق وصل للعالميه كاس العالم عالميه، بس ما في زعيم في المملكه العربيه السعوديه الا الهلال. ترى لا اسمع لك تتحدث يا عادل. لا شوف عادل بصراحه برد عليكم انتم الاثنين. استنى تركتك. النصر يفقد لقب العالميه اذا تاهل فريق سعودي اخر، والهلال يفقد الزعامه لو استطاع نادي ان يكسر رقم عدد بطولاته، لكن العميد لا يستطيع احد يكسر رقمه لانه هو العميد. مش ممكن نرجع بالتاريخ ويتاسس واحد قبله. انا صحيح ابو بدر انا لم اقاطع. لا ممتاز. انا لم اقاطع. لا الهلال ليس لحظه. الهلال لقبه مبني على بطولات. ايوه النصر لقبه مبني على مشاركات. طيب واحنا ايش قاعدين نقول؟ كل من شارك في بطولة ما في تميز ابو بدر. كل من شارك في بطولة حتى نحولها وصلت اعاده هذا موندياليه. خلاص خلي يوصل. احنا اول حاجه انت فهمت علي ابو بدر؟ كل من شارك لابد الرجل يقول وجهه نظر. احنا فهمناك. من حقه اولا يا اخوي عادل، اولا اللقب تقول على المشاركه. نعم هو اول فريق شارك تاهل العالميه وفريق النصر. قضيه اني انا جلست وقلت
هو عالمي او مو عالمي، انا تحدثت عن قضيه انه الوصول الى العالميه اكيد حلم. ما حينفع يا اخي تركناها تتكلم. طبعا حط له فرصه حتى لا نتحول اصراخ يا عادل. بس الخطاب ما ينفع. يا اخي على راحتك، على راحتك. اذا اسمع يا عادل اخوي اذا اتاك الدور والله هذا يقتل الجانب النصراوي. يا اخي طيب يقتل الجانب. يا ليتنا ما تاهل خلاص هو بيقول وجهه نظره عاد، معليش خله هو يعبر. رايي يا اخي رايي لا يقبل حتى من الجمهور. خل رايك لك يا عادل. انا ما قلت نادي النصر صحيح. نعم نادي النصر متاخر، نادي النصر ما زال يبني، نادي النصر كل هذه الامور. ما نقيم النصر، احنا ما قيمنا، احنا تحدثنا عن امور امرين. قلنا من البدايه هذه البطوله المهمه تحرص عليها جميع الانديه السعوديه يا بدر. تحرص عليها جميع الانديه السعوديه. قضيه فريق تاهل وفات الطياره وما سافر وصار له ظروف هذا امر اخر. اول فريق وصل للعالميه هو فريق نادي النصر، ثاني فريق هو نادي الاتحاد. ان شاء الله نقول البقيه في الطريق. طيب عموما عشان كذا الجدال بنقعد نطول. ابو صقر انت ترى ان النصر لديه ما يفتخر به، لانه خاصه اول نادي سعودي ذهب الى بطوله العالم للانديه. اكيد. وانت ترى انه الهلال لم يستطع ان يصل الى هذه الدرجه اللي وصلها النصر، لكن يحتاج ان تتمنى ان شاء الله يوصل. انا ساجلب لك منشور ان شاء الله الاسبوع القادم. منشور يا ساتر. لا خبر لرئيس الاتحاد الاوروغواي قبل 10 سنوات الظاهر مشى، يقول لنا الفخر. شوف رقم تاخرهم، لنا الفخر أننا أول فريق حقق كأس العالم 1930. طبعا أرقام هذا التاريخ. لا أخي قولي لا هو وجهة نظر. عادل برضو أنت عشان التوضيح، عادل التويجري أنت ترى أنه اللي حققوا النصر يستطيع أن يحققوا الهلال، وبالتالي تذهب هذه الميزة صح؟ لا لحظة أنا أعبر عن نفسي أبو بدر. ما أبغى أقفل الموضوع عشان أروح المحور ثاني. شكلك ما تبغاه. حقفله ما عندي مشكلة. أنا أقول أن العالمية إذا كانت لقب مبني على مشاركة، ما قلنا لقب. كل الأندية خلينا نتكلم. ما قلنا لقب، قلنا فريق أول فريق وصل. أبو بدر خويك، والله كلكم أخوياي صراحة. لحظة. أنا أقول لك إذا كانت القضية مبنية على المشاركة طبعا فكل الأندية عالمية ولا فيها تميز. من الأندية العالمية ولا الاتحاد كلهم عالمية. بس الاتحاد والنصر فقط. لا حتى هذه اللحظة النصر والاتحاد فقط النصر والاتحاد فقط هم اللي يستحقون. والعين الإمارات واللي لا اتكلم عن السعوديين. ايش دخلني انا في الامارات؟ انا اتكلم عن السعوديه. من شارك اوكي من شارك. نعم كل الانديه اللي اذا ما اصبح في تميز. التميز عندما تحقق 52 بطوله، عندما تستطيع ان تبني استثماراتك، عندما تستطيع ان تبني قاعده جماهيريه، عندما لا يكون عندك تخبطات صريحه وواضحه يعني يشهد عليها القاصي والداني. خلينا نقفل نطلع فاصل.